السلام عليكم. نتكلم اليوم على موضوع المطبات الهوائية. ايش هي المطبات الهوائية وايش اللي يتسبب في المطبات الهوائية وايش خطورتها؟ طبعا المطبات الهوائية اللي تمر بها الطيارة لها عدة اسباب، ما راح احصرها جميعا لكن راح نتكلم على اهم اسباب المطبات الهوائية ونشرحها. اول نوع من المطبات الهوائية اسمه Clear Air Turbulence. ففي اشياء كثير ما راح ترجمها بالعربي لكن هي اسمها كذا، اسمها Clear Air Turbulence. ايش يعني كلير؟ كلير اير تيربلنس هذا يا جماعة الخير كتلة هوائية ماشية في امان الله بسرعة معينة، تروح تصطدم في كتلة هوائية ثانية برضو ماشية في امان الله لكن بسرعة اقل. عن من عيوب الكلير اير تيربلنس انه غير متوقع ولا يظهر في شاشات الرادار، وفجأة يجيك فجأة تلاقي الطيارة تخضخض ما حد عارف ليش. عشان كذا دائما خبراء سلامة الطيران يحرصوا ويطلبوا دائما من الركاب انهم يبقوا احزمة المقاعد مربوطة اثناء الجلوس حتى لو ما كان في مطبات. طبعا قبل ما نكمل ونشرح انواع المطبات وخطورتها وما الى اخره، خلينا نتفق انه المطبات عمرها ما تشكل اي خطر على الطائره نفسها. يعني ما في شيء اسمه جناح ينكسر، طياره تطيح من السماء عشان مطبات هوائيه وما الى اخره. حنعرف ليش بالتفصيل في السنابات الجايه. Clear air turbulence is created when a plane moves along the edges of a jet stream, a fast-flowing narrow band of strong wind. في السناب السابقه شفت كيف الطياره وهي معديه فوقها تيار هوائي سريع ومن تحتها تيار هوائي بطيء، مما يشكل اضطراب للطائره اثناء مرورها. هذا كلير اير. ثاني من المطبات اللي هو الماونتن رينج توربulence، اللي هو اثناء الطيران فوق المناطق الجبليه. كيف هذا؟ طيب كيف الماونتن رينج توربulence هذا يصير؟ هذا يصير لما يكون في جبال وتيارات هوائيه تمشي من فوق الجبال، تتغير التيارات حسب شكل الجبل. طيب نشوف مع بعض المقطع في السناب الجايه كيف يصير معانا اللي هو الماونتن توربulence. عشان كده دائما اهل المدينه المنوره واهل ابها لما يجوا مسافرين على ابها والمدينه واي منطقه جبليه اخرى يحسوا بالمطبات بشكل كبير. في فصل الصيف دائما كلنا نلاحظ ان المطبات تزيد وتصير ملحوظه بشكل كبير جدا اثناء السفر بالطائره. ليش؟ كيف انه في فصل الصيف سطح الكره الارضيه يكون مره حار، فالهواء القريب من الكره الارضيه يسخن فتقل كثافته فيطلع الى الاعلى، والهواء اللي يكون على ارتفاعات كبيرة جدا يكون بارد، فالهواء البارد دائما تكون كثافته أكثر فينزل من الأعلى إلى الأسفل، فكتلة هوائية طالعة كتلة هوائية نازلة يدينا شكشوكة وانت معدي بالطيارة، فطبيعي انه يصير في عندك اضطرابات ومطبات. عموما أسباب المطبات كثيرة جدا راح أسرد لكم إياها، واللي يحب يطلع ويستزيد من المعلومات ممكن انه يقرأ عنها في جوجل أو غيره، راح أكتبها لكم. طبعا من أهم أسباب المطبات الهوائية بدون شك اللي هي السحب الركامية أو الرعدية أثناء هطول الأمطار. طبعا هذا النوع من السحب مستحيل أن الطيار يطير باتجاهها لأنها تبين عنده في الوذر رادار ويكون عارف عنها قبل الرحلة. طيب أتوقع أننا تكلمنا بما فيه الكفاية عن أسباب المطبات وأنواعها وما إلى آخره. خلونا نشوف هل المطبات ممكن تطيح الطيارة ولا لا. طبعا اللي ما يعرف ايش اللي حاصل وايش هي المطبات وايش علاقتها بالطياره، اول ما تخش الطياره في المطبات وتبدا تتهزهز يترعب ويبدا يتشهد ويخاف وهذا طبيعي لانه ما يعرف. الجاهل عدو نفسه، بالتالي نطلع ونتعلم ونعرف ايش اللي حاصل عشان ما نخاف ويصير الوضع طبيعي. طبعا الطياره اللي انت حتكون راكبها لما تخش في مطبات هوائيه طياره اشتغل عليها مهندسين سنوات طويله وصمموها واختبروها وجربوها وكل شيء. انا لما كنت اشوف الجناح يرفرف مع المطبات كنت احسب انه مو راكب كويس وانه باقي له شويه وينكسر وتطيح الطياره، واقعد اوسوس وافلام مع نفسي لاني ما اعرف. الجناح انت تشوفه يرفرف مع المطبات هذا لانه الجناح مرن، مصمم انه يكون مرن عشان يمتص الصدمات، عشان لا تصير الصدمه مباشره في جسم الطائره. والجناح حق الطياره مو بس مرن بشكل ما تتصوره، يعني لدرجه انه ممكن يرتفع الى 6 امتار عن وضعه الطبيعي، يرتفع 6 امتار مع الصدمه. هحط لكم مقطع في السناب الجاية عن اختبارات تم إجراءها على طائرة الإيرباص 350 قبل الرحلة الاختبارية. So you can imagine between the offloading position of the wing, when we compensate simply the weight of the bird, and the max level of load, we have more than 5.2 meters displacement. زي ما شفتوا في الفيديو السابق الجناح يرتفع عن مكانه الطبيعي إلى أكثر من 5 أمتار وينخفض نفس الشيء،
فالوضع طبيعي. طيب يسألني واحد يقول لي هل قد حصلت في تاريخ الطيران انه مع مطبات انكسر جناح وطاحت الطيارة من السماء؟ لا طبعا مستحيل، ولا ما اعتقد انها حصلت. طيب مستحيل ان المطبات هذه ما لها خطورة. ايش خطورة المطبات؟ انا اشرح لكم ايش خطورة المطبات على الراكب مش على الطيارة. خطورة المطبات تكمن في انها ممكن انك انت اذا انت كنت جالس وما انت رابط حزامك، ممكن مع قوة المطب انك انت تطير من مكانك، راسك يخبط في السقف، يخبط في المقعد اللي قدامك. هذا هو الخطر الوحيد اللي هو مربوط بالمطبات الهوائية، هو انك انت ما تكون مربوط وجالس باحكام في مكانك في مقعدك. زي بالضبط لما تركب قطار الموت، لعبة قطار الموت في الملاهي، تقدر تركبها بدون ما يحطوا عليك الحزام ذا اللي ينزل عليك من فوق. ولعبة الشواية مثلا هذيك اللي تتقلب، لازم تكون الحدايد هذيك اللي تنزل عليك تكون مثبتتك في الكرسي. ثباتك في الكرسي هو امانك فقط، غير كذا لا تخاف. عشان كذا دائما نقول حزام الامان مهم. وكثير من الناس يقول لك ايش الفائده اربط الحزام؟ ماني رابط الحزام. لا، لازم تربط الحزام لانه في اي لحظه ممكن يجيك مطب وتروح في خبر. طيب عشان نلخص وننهي الحوار، جات مطبات وانت راكب طياره، استمتع، اعتبر نفسك في الملاهي، حط سماعاتك، اسمع اللي تبغى تسمعه وعيش جوك. حتوسوس طبعا حتلاقي الناس حوالينك اشهد لا اله الا الله، والحريم بالذات الحريم في المواضيع دي يا سلام تتسبسب في زوجها. تختلف ردود الافعال. انا من اللي عشتها بنفسي وشفتها بعيوني انها يا تسب اللي جنبها زوجها اخوها واللي معاها، او انها تطلع صوتها بشكل مفزع، او انها تتشهد بقوه. طبعا الرجال لا، تختلف ردة فعلهم، ما يصرخ عشان عيب يعني يقولوا عنه خواف وكذا، بس تلاقيه كذا عارف ماسك المقعد كذا وعيونه طالعه من ورا الجريده كذا يعني. ولكن في نفس الوقت انت اذا طالعت في المضيف او المضيفه اللي معك في الطياره بتلاقيه قاعد يبتسم ووضعه طبيعي جدا وما عنده اي مشكله يعني انت بني ادم خايف تموت، هو مو خايف يموت زيك يعني ولا ايش؟ طبعا متابعين الكرام متخصصين في الطيران او غير ذلك، الان انتم كلكم اصبحتوا فاهمين ايش هي المطبات وعارفين ايش موضوع المطبات، فاتمنى انكم تنشروا الوعي. كان معكم من خلف الميكروفون محدثكم ومحبكم الصغير اخوكم محمد سلامة. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم.